كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هيكون ناجح معاكي من اول مرة. هنعرف كل تكات وتفاصيله من اول العجينة للفرد للتسوية، هيطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. يعني من نص كيلو دقيق ومقادير بسيطة جدا جدا هنعمل اكبر كمية من الرقاق الناشف. يعني لو هتعايري الدقيق بالماء يبقى معاكي 3 كوبايات ونص مليانين جدا، يعني المج بتاع الشاي مليان جدا من الدقيق. ده معايا نص كيلو دقيق متعدد الاستخدام، عليه نص معلقة شاي، يعني معلقة شاي صغيرة ملح، ومعايا من كوباية لكوبايتين الا ربع مية. هنزل بقى في العجين او الطبق اللي هعجن فيه زي ما انتوا عايزين. طبعا اول كوبايه هستخدمها، انا هستخدم هنا كوبايتين الا ربع. طب ليه يا علا ما نزلتش بالكوبايتين الا ربع كلهم مره واحده؟ عشان انا هنا لازم اعمل عجينه الرقاق عرق، فبنزل حبه حبه، وكمان عشان اتحكم في كميه الميه وانا يعني بعجن زي ما انتوا شايفين كده. ولازم اعمل له عرق يا جماعه، اهم خطوه، اهم من العجن كمان، خطوه ان انا اعمل للعجينه عرق. وبنزل حبه حبه بالظبط. اخدت مني كوبايتين الا ربع، ممكن تاخد منك كوبايه ونص، ممكن تاخد منك كوبايه، حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه في المكان اللي انت فيه. وزي ما انتوا شايفين كده انا استخدمت دقيق المروه، فكان اخد مني بالظبط كوبايتين الا ربع من الميه العاديه، ميه عاديه من الحنفيه، لا سخنه ولا فتره ولا اي حاجه، من الحنفيه مباشره كده. طبعا هنا بعجن 3 4 دقايق مش اكتر من كده. خلاص اهم خطوه عملتها ان انا عملت له عرق، ويعني عجنته مده كويسه. هنا بقى على الترابيزه او الكاونتر عندي هعجن مده ما تقلش عن 3 4 دقايق بالظبط. كمان هنا مش هريح العجينه، انا بريح العجينه مره واحده بس. فانا هعملها رول كده، وهقطعها حوالي 20 كوره قد بعض. يعني هنا وزنتها بالميزان بتاعي. طبعا الميزان بتاعي كبير فما قدرتش اطلعه قدامكم. لو عندك الميزان الصغير ده ممكن توزني عليه، ايا كان الميزان، نوع الميزان اللي عندك، بتطلعي الكوره حجمها 40 بالظبط. صينيه هنعمل الرقاق ده صينيه مقاس 30. طبعا انا سبتها ترتاح مده ما تقلش عن نص ساعه. بعد النص ساعه بجيب بقى ايه، رقاق يعني كوره كوره، وابططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحله دي مهمه جدا جدا. دي يعني انا بريحها مره واحده، والتاني مره دي بس ببدرها بالدقيق عشان اسهل على نفسي الفرد وما تتقطعش مني. باجيب اول واحده وبالنشابه كده يعني بحط على النشابه الدقيق، وبملى يعني كميه محترمه من الدقيق. ليه بقى؟ ايه فايده الدقيق ما احط حبه صغيرين؟ لا طبعا عشان تديني مرونه في الفرد، وعشان ما تتقطعش مني لازم احط كميه حلوه جدا. والكميه اللي قدامي دي مش هزود عليها كتير على فكره، يعني دي هستخدمها المعظم، يعني هزود حاجات بسيطه في بقيه الرقاقات، في بقيه ال20 رقاقه او 19 رقاقه. الطريقه دي طبعا انا ما فردش على وش واحد، افضل كل شويه اقلب على الوش الاولاني واروح جايه مديله تقليب على الوش التاني، وافضل اعمل، يعني لاحظوا معايا انا بعمل ايه، كل شويه بروح جايه قلبها على الوش التاني، وافرد بالنشابه زي ما انتم شايفين، وادي رشه دقيق وفضي زي ما انتم شايفين كده. اعمل الحركه دي مهمه جدا، دي عشان تورق لي الرقاق وتطلع رقيقه وتطلع حلوه جدا. ويعني شايفين بجمعها ازاي ما بتتقطعش مني لانها مخدومه بالدقيق. عندي بقى طاسه تيفال او اي طاسه، او هي حتى صينيه، حتى الومنيوم، اي حاجه، او حتى صاج الومنيوم، او اي حاجه عندي بسخن فيها، بتكون الطاسه سخنه. وطبعا درجه حراره وسط، يعني مش عاليه قوي ولا هاديه خالص، وسط. بفضل كل شويه احرك كل دقيقتين كده، يعني او دقيقه ونص، بقلب في الرقاقيه كده عشان يعني تنشف معايا. وطبعا حتى لو ما طلعتش معاكي ناشفه من اول مره، هتسيبيها بره تحت مروحه او حاجه هتنشف معاكي وتبقى زي الفل، واحلى رقاق من ايديكي. يعني تعمليه يعني تجهيزات العيد دي بجد يعني حاجه مفيش اسهل منها، وبالذات الرقاق. يعني بدل ما تروح تشتريه من بره بالشيء الفلاني دلوقتي بقى، يعني تقريبا كده يعني كيلو دقيق بيطلع معايا ب55 جنيه او 60 جنيه في بعض الاماكن. من نص كيلو دي هتطلعي تعملي بيه صينيه رقاق اول يوم العيد، بجد جميله جميله جدا جدا. وكفايه ان هي من ايديكي وعارفه انت عملتيها ازاي، مكوناتها سهلة وبسيطة. من نص كيلو من الدقيق هنعمل حوالي 20 رقاية على قد صينية مقاس 30. يعني ممتازة جدا، الحجم ده ممتاز جدا بجد، حلوة قوي. وطبعا بين كل مرة والتانية بغسل الصينية بتاعتنا بالمية واحطها على النار تنشف، او حتى بنشفها. ودي تاني واحدة معايا هقول لكم على تركية للناس اللي هي يعني بتعملها وخايفة يعني أول مرة. لو حصل معاكي واتقطعت ايه اللي هيحصل، مش تقلقي خالص. يعني مثلا لو انت بتفرديها غصب عنك، مثلا نسيتي تحطي شويه دي ولا حاجه، طبعا هنا انا عملتها يعني ايه متعمده ان انا اقطع حته من العجينه عشان تشوفوا. ما تقلقوش خالص خالص، ادي حته صغيره هي اتقطعت مني، ما تخافوش خالص خالص. بنفض العجين كويس وبحطها زي ما انتم شايفين كده بصبعي لمتها، لان اول ما بنزلها في الصينيه بتسخن وتطرى خالص كانها عجينه. بلمها بصبعي زي ما انتم شايفين كده وخلاص. ولا تخافي ولا تقلقي ابدا. قلنا النار وسط، مش عاليه ولا واطيه، وسط. بفضل احرك فيها كده وانشفها.
وسهلة جدًا. طبعًا هنا الدنيا باظت خالص مننا وبقينا كلنا دقيق يعني الدنيا بقت تمام خالص، بقينا متبدرين بالدقيق زي العفريت. طبعًا إحنا بنشوف الناس اللي هي بتخبز بتبقى عاملة إزاي يعني. ف ما فيش مشكلة، إحنا هننضف بوتاجازنا وننضفه ونروّق الدنيا، يعني كده إحنا داخلين على العيد فهنروّق يعني وهنتروّق. بانشف معايا زي ما أنتم شايفين كده. بصوا في الطاسة بيبقى في بواقي دقيق محروق، لازم نشطفها كل مرة، بين كل مرة والتانية نشطفها. وبسوي كل كمية الرقاق بتاعتي، مش هتاخد منك وقت خالص خالص وكفاية، يعني تبقي مبهورة بنفسك حقيقي بجد. أول مرة تعملي يكون ناجح معاكي وحلو جدا جدا فوق ما تتخيلي كمان. مش هتحتاجي تعملي خالص خالص من بره. شايفين الجمال والروعة؟ مفيش أجمل من كده بجد. حاجة حلوة، من كفاية إن هي من صنع إيديكي يعني. والله بجد جميل جدا يعني الرقاق ده، يعني يا جماعة يعني هتبقي خبرة فيه بعد كده. سهل وبسيط، وان شاء الله نعمل مع بعض فيديو تاني الرقاق الطري. استنوا مني فيديو جديد للرقاق الطري، وهيبقى هتنبهروا بطريقه بالنتيجه بتاعته. بجد جميل جميل جدا جدا جدا. شايفين بيتكسر معايا ازاي؟ رقاقه يعني جميله. وبصوا مش ناقصها غير حته جبنه ونديها. ولو كنت تابعتيني لحد اخر الفيديو فشكرا جدا لمتابعتكم، ويعني شكرا جدا لدعمكم، وكل سنه وانتم طيبين. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده. وكنت معاكم علا تهامي. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا يا رب ان شاء الله.